السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة عن الماشي طارق مصطفى. اتكلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا بلاش تتعامل مع سماسرة التوظيف أو مندوبين الشركات، وقلنا إن السبب في الموضوع ده لأن هم في همهم أو شغلهم الشاغل إن هو يطلع بالعمولة أو السبوبة من الآخر، سواء كانت 1000 ولا 2000 ويمكن 5000 بحكم إن الشركات ما شاء الله شد حيلها قوي على الناس اللي بتسافر. طيب ازاي نعرف السمسار او المندوب التوظيف اللي هو تبع الشركه دوت؟ بنعرفه من كام حاجه كده، زي لو جه نزل الاعلان ما تلاقيه ما يحطش ايميل الشركه، يحط ايميل شخصي زي مثلا محمد ابو حمص @yahoo.com مثلا. وفي نفس الوقت ما بيحط رقم الموبايل، يحط رقم موبايله الشخصي. بلس ان هو ما بيذكرش اسم الشركه، وقت ما يجي المقابله وانت بتتصل بيه بعد ما بعت له السي في والكلام من ده، يوم المقابله يقول لك روح لمحطه مترو فلانه الفلانيه او العنوان فلان الفلاني واتصل بيا وانا اقول لك العنوان بالظبط، لان طبعا مش عايز يعرفك الشركه عشان ما تروحش ليها مباشره. بلس ان هو بيقول لك او بياكد عليك، يقول لك اما تروح الشركه يوم المقابله لازم وانت بتملى الابليكيشن تكتب او تبلغ الموجود في الريسبشن بانك انت جاي من طرف مثلا شامولا الاولى اللي هو سمسار التوظيف. طبعا ده كله عباره عن التجار في البشر، او من الاخر كده يعني شغل سوق العبيد. فمن فضلك بلاش تتعامل مع سمسار توظيف او مندوب شركه توظيف، لان زي ما بقول لك في الاول والاخر في الفيديو اللي فات هو يهمه في الاول والاخر السبوبه او المصلحه اللي هياخدها من وراك. مش هتفرق معاه انت رايح على اي شركه، انت رايح على اي راتب، انت رايح على عقد كويس ولا لا. هي هتفرق معاه ان في النهايه هو هياخد من وراك كام. اتمنى اكون افدتكم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.